بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا بكم في قناه المطبخ لعبتي. هنخزن مع بعض النهارده الملوخيه بكذا طريقه. طبعا معروف الطريقه التقليديه اللي هو احنا بنجيب الملوخيه ونغسلها ونقطفها ونغسلها وننشفها. بصراحه طريقه ما شاء الله، يعني من وجهه نظري انا احسن طريقه، بس في طرق تانية يمكن اسهل يمكن اريح للي بيحب الملوخيه الخضراء. انا بحس ان انا ذوقي بيجي على الملوخيه الناشفه، بس لما جربت الملوخيه الخضراء حسيت ان هي حلوه. انا باكلها عادي جميل. ففي كذا طريقه تانية انا ما جربتهمش، بس هجربهم معاكم المره دي. احنا هنجيب الملوخيه وهنقطفها. هنقطفها بالعود بتاعها، يعني هنشيل العود اللي ماسك في الورقه، هنشيله لان ده اللي بيعمل عرق اصلا. فهنجيه هناخده معانا، هنرمي بس العود اللي هو ماسك فيه الورق بس، يعني العود الطويل ده هو ده اللي بيترمي. الملوخيه اللي انا كنت جايباها ما شاء الله كانت كلها صغيره وجميله، وما شاء الله كان شكلها يفرح يعني. فقطفتها كلها وغسلتها، بس ما شاء الله يعني نزلت كميه تراب في الميه، يعني مثلا غيرت الميه 3 مرات. ونضفتها وسبتها. الكلام ده كان بالليل خالص. فانا غسلتها وحطيتها على ملايه تحت مروحه عشان تنشف من الميه لحد الصبح. اول ما النهار طلع خدتها بالملايه وفرطتها فوق السطح تاخد بقى تشمس بقى. فهي دي اسهل طريقه، يعني دي ايه، اضمن طريقه ان انت تنشفي الملوخيه. تجيبي الملوخيه وتغسليها كويس بنفسك، تغسليها بنفسك وتنشفيها وتطحنيها وتنخليها براحتك وتعينيها. فدي تبقى بصي هتبقى احلى ملوخيه انت جبتيها او انت جربتها في حياتك، احسن من اللي بتتشرى جاهزه، لان اللي بتتشرى جاهزه اصلا احنا مش عارفين هيبقى فيها ايه، والله اعلم غاسلين ولا لا، والله اعلم واخده سماد ولا لا، الله اعلم يعني. فكده يعني احنا ما شاء الله احنا اللي قاصفينها واحنا اللي مقطفينها واحنا اللي غاسلينها واحنا اللي نشفينها. فانا متاكده مليون في الميه ان هي هيبقى طعمها حلو من غير حاجه، هيبقى طعمها حلو. فانا غسلت كويس، بدل المره 3 مرات كنت بغسل الدور الواحد 3 مرات، والميه كانت بتنزل في كل مره مش نظيفه خالص. اغسل وانشف واسيبها تنشف من بالليل لحد الصبح وانا مشغله المروحه على ملايه في البيت عادي. ولما النهار يطلع بحطها في الشمس تتنشف وتحمص خالص. ولما تحمص خالص هنعمل فيها ايه، هنفركها ونطحنها. لو في حاجه تانية هنفركها وننخلها ونطحنها ونعمل فيها كل حاجه، بحيث ان هي في الاخر تبقى ايه، تبقى الملوخيه الحلوه اللي احنا بنحبها الناشفه الناعمه. ونعينها بقى، نحطها في اكياس ونعينها في التلاجة. بتقعد سنه، بتقعد اكتر من سنه. هي طالما الحاجه مجففه ما بيبقاش لها صلاحيه قوي، فهي هتقعد معاكي كتير على حسب الكميه اللي انت مخزناها. فطريقه التنشيف معروفه وسهله ولذيذه. شوفوا بقى الميه اللي انا غاسله فيها، شوفوا ما شاء الله، دي كانت تاني مره تتغسل، يعني دي كانت تاني غيار. فكانت الميه بقى ايه، وحشه جدا، كل ده تراب وشوائب نزلت منها. فطبعا انا لو ببيع مثلا اعتقد يعني ان هم مش هيغسلوا الكميات اللي هم بيعملوها دي انا كنت طلعت في وسطها ونشرتها، كانت نشفت بقى من الميه تحت المروحه، فانا طلعتها انشفها تحمص. فانا عايزاها تحمص كويس عشان افركها كويس، عشان ما اطلعش منها حاجه. مش عايزه اطلع منها اي حاجه خالص. فطلعتها فوق السطح، وكنت كل شويه اطلع اقلبها عشان اتاكد ان مفيش حاجه تحت حاجه، ان مفيش حاجه لسه طريه كده يعني. كنت كل شويه اطلع اقلبها فوق. دي بقى الطريقه التانية. الطريقه التانية دي هنجيب شويه غسلتهم وحطيتهم على فوطه واسيبهم ينشفوا من غير ما احط عليهم فوطه، ولا من غير ما اشغل عليهم مروحه ولا حاجه. هحطهم بين فوطتين واسيبهم ينشفوا. انا اول مره في حياتي اعمل الطريقه دي، فعشان كده انا عملت شويه صغيرين، كنت خايفه يطلع طعمها وحش. انا لسه ما جربتهاش، لسه ما دقتهاش يعني، بس خزنتها وهشوف هي تبقى طعمها حلو ولا لا واعرفه. بس قلت اجربها بالمره. فعملت شويه صغيرين كده اللي هم مثلا يعملوا مرتين 3. وان شاء الله يا رب تطلع حلوه، لان انا مستخسره اصلا الملوخيه تترمي. الملوخيه بقى اللي كانت فوق السطح، بس انا هغطيها تنشف خالص من الميه، من غير مروحه ومن غير اي حاجه. بس وبعد كده هجيب اكياس تلاجة عاديه، وبعد ما تنشف هحطها في الاكياس، والف الاكياس بطريقه معينه واعينها في الفريزر. بس
باجي اطلعها بقى ساعة الاستخدام، اطلعها من الفريزر، بيبقى ورق عادي، ورق اخضر، احطه في الخلاط مع مغرفة شوربة من اللي انا بعملها، من اللي هي النار اللي انا بعملها فيها، واضربها وانزلها على الشوربة. بس هتبقى طريقتها سهلة جدا، يعني طريقتها في الاستخدام فيما بعد هتبقى سهلة جدا. المهم ان هي بالنسبة لي تنشف من المية، عشان ايه؟ عشان ما تعملش كتل تلج. سيبها بقى شويه. دلوقتي هي نشفت، ما عادش فيها نقطه ميه خالص. احطها في الاكياس بقى، والف الاكياس زي السندوتش كده، واحطه بقى، اخزنه في الفريزر. تخزن في الفريزر عادي. يعني انا لما جيت اطلعها بعد يومين 3 كاني لسه حطاها دلوقتي، مش عارفه ازاي. الورق ما جرالوش اي حاجه ولسه اخضر. لما جيت اصور بعد ما خلصت كل المراحل ونشفت كله، وجيت اجهز الفيديو، فطلعت اللي كان في الفريزر عشان اصوره، لقيتها ما شاء الله، يعني كانها لسه ما اتحطتش في الفريزر. فبقيت متفائله، حاسه ان هي لا، هيبقى طعمها حلو. بأول طريقة اللي هو احنا نشفناها وغسلناها كويس وقطفناها كويس ونشفناها كويس، همست قوي، فرقناها كويس جدا جدا. ولو في حاجة مستعصية علينا بنضربها في الكبة وهي ناشفة طبعا، وبنعبيها في كيس ونحطها في التلاجة او في الفريزر. دي بتقعد بقى ايه كتير لحد ما تخلص. دي الطريقة التانية، بنغسل شوية ورق حلوين، بنحط نشفهم ميه كويس من غير هوا ومن غير اي حاجة، لان احنا عايزينهم خضر زي ما هم، مش عايزينهم مدبلين، احنا عايزينهم شكلهم طازة واخضر. وبنلفهم في اكياس كده ونعينهم في الفريزر كده بالشكل ده. هنيجي نطلعهم بقى، لما نيجي نستخدمهم نطلع الكيس او الكيسين على حسب الطبخه، ونحطها في الخلاط مع بتاع شويه شوربه، ونضربها، وبعدين ننزل بقى على الشوربه اللي احنا هنجهزها. دي بقى الطريقه الثالثه. نعمل ايه؟ نحط شويه ميه يغلوا على النار، واول ما يغلوا بنحط فيهم سنه بيكنج صودا، اللي هي البيكربونات بتاع الطعميه. وبعدين ننزل بالورق. احنا عايزين شويه ميه صغيرين عشان الفايده اللي في الملوخيه ما تنزلش. لو شويه ميه كتار الدنيا تتبهدل والملوخيه مش هيبقى فيها فايده. فهنحط في شويه الميه المغليين ورق الملوخيه حبه بحبه، ينزلوا بس في الميه المغليه ويطلعوا، ينزلوا في الميه المغليه ويطلعوا. وبعدين ناخدهم وناخد بقى من الميه بتاعه السلق دي مغرفه، ونحطها في الخلاط. وبعدين نحطها في الخلاط ونضرب بقى لحد ما نخلص كل الكميه. هي ما شاء الله حلوه وجميله. انا مجربه دي قبل كده سنتين اللي فاتوا، وكانت جميله حلوه وجميله. فدي طريقه انا ضمناها ومجرباها، كانت حلوه. الطريقه اللي انا مجربتهاش الطريقه اللي فاتت، والطريقه الناشفه طبعا احنا متربيين عليها اصلا. فيا رب اكون افدتكم او قدرت اوصل المعلومه. وايه المانع ان احنا يبقى عندنا خير في البيت، حاجه بسيطه خالص، ما خدتش مننا حاجه. وقت ما تتزنقي هتلاقي الحاجه موجوده وهتلاقي الخير موجود. ويا ريت بقى اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. يا رب يكون الفيديو عجبكم. شايفين الخضره دي؟ انا كنت مطلعاها من الفريزر، يعني كانت قعدت يوم او يومين في الفريزر، في شكلها كانها لسه محطوطه اصلا دلوقتي.